قبيلة النعيم، وكيف يفصلون رمزهم؟ مهمتنا بسيطة، نفصل بين الحقيقة والخرافة. ليش اضطرت القبيلة تصدر توضيح رسمي ومفصل حول سيف ذي الفقار الموجود على رايتها؟ واليوم رح نغوص في تفاصيله عشان نكشف حقيقة هالرمز القبلي القوي. عشان نفهم كيف صار هالخلط لازم نرجع بالزمن لشخصية محورية في القصة كلها، شخص اسمه أبو لؤلؤة. اسمه الحقيقي كان فيروز النهاوندي. أصله الفارسي مو مجرد معلومة عادية. صحيح أنه وصل المدينة كعبد، لكنه كان حرفي ماهر. هذه المهارة هي نفسها اللي استغلها عشان يصنع ذاك السلاح الفتاك. كل المصادر التاريخية الموثوقة تجمع على شيء واحد، أنه ظل على ديانته المجوسية وما أسلم أبداً. يروى أن الخليفة عمر بن الخطاب حمد الله أن مقتله ما كان على يد رجل سجد لله ولو سجدة واحدة، وهذا الكلام يقطع الشك باليقين بخصوص هوية القاتل. الحين عرفنا مين القاتل، خلونا ننتقل لأداة الجريمة نفسها، الخنجر. يا ترى كيف كان شكله؟ الأوصاف التاريخية تعطينا صورة دقيقة أو مفاجئة. الزمان فجر يوم 26 من ذي الحجة، والمكان المسجد. أثناء صلاة الفجر كان غدر مخطط له بكل دقة، واختيار وقت الصلاة بالذات هو اللي يخلي الجريمة أبشع. تبدأ الصورة تتضح أكثر. شوفوا هالوصف الدقيق من الحافظ ابن حجر. يقول إنه كان خنجر بتصميم فارسي فريد من نوعه، له رأسين حدين. والمؤرخ ابن كثير يضيف تفصيلين يخلون السلاح هذا أكثر غدراً. أول شيء النصل كان مسموم، والشيء الثاني والأهم أنه تصميمه كان غريب جداً على العرب، ما شافوا مثله من قبل. خلونا نلخص المعلومات اللي جمعناها من المصادر التاريخية. خنجر فارسي له رأسين، مقبضه في النص، وفوق كل هذا مسموم. هذه هي بصمة السلاح. الحين بعد ما عرفنا كل تفاصيل خنجر الغدر هذا، في جهة عندنا خنجر فارسي قصير برأسين ومسموم رمز للغدر، وفي الجهة الثانية عندنا سيف عربي طويل وأصيل ذو الفقار رمز للشرف والفروسية. خنجر أبو لؤلؤة الغادر شيء، والسيف اللي على راية الشرف شيء ثاني تماماً. أما السيف اللي على الراية فهذا مو أي سيف، هذا هو ذو الفقار، السيف الأسطوري للخليفة علي بن أبي طالب. وذو الفقار ما يرمز إلا للشرف والفروسية والإيمان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.